مش كل اللي بيكرهك عشان انت وحش، ممكن يكون بيكرهك عشان هو اللي وحش وما بيحبكش لانه هو فاشل وانت ناجح. ما بيحبكش عشان حاقد عليك في اللي انت وصلت ليه. ما تخليش ثقتك تهتز بنفسك لمجرد انك تلاقي عدد من اللي حوالين منك ابتدوا يمارسوا معاك مشاعر الكره المرضية تجاهك او الغيرة المضطربة او الحقد المفرط تجاهك. لازم يكون عندك ثقة انك لا تسترضي ابدا محبة الناس اللي عند الناس اللي فعلا تستاهل المحبة. اللي بيحبك هيفضل يحبك مهما شاف منك من مساوئ، واللي بيكرهك هيفضل يكرهك مهما شاف منك من محاسن. ولكن السؤال هنا، هل ابطل الحاجات الكويسة اللي انا بقوم بيها وبعملها؟ لا، لانك لما تصنع المعروف هتقي مصارع السوء. محاولاتك في فعل الخير هترجع لك. ده كلام علم النفس السيكولوجي بيقول انت مخير. فما تعليش شخص بيعاني من اضطرابات اتجاهك علشان يمارس الاضطرابات ديت مع الناس. الميدان واسع، لا تقترب من شخص يؤذيك. انت لست مجبر على ارضاء احد او تغيير فكرة لاحد. عيش حياتك والسلام لقلبك.